من سنة فاتت قول لي ان انت هتصحى الصبح بدري في شهر واحد في عز السقعة، تاخد شنطتك الجميلة وتروح الجيم. يعني ما كنتش قادر اتخيل حاجة زي كده اصلا. يعني في فكرة بصراحة يعني جت على بالي وحابب ان انا يعني اسجلها دلوقتي واقفشها كده قبل ما تطير. وهي ان انت لما تكون في اقصى درجات الحماس بتاعك، لما تكون متحمس قوي وتكون يعني عمل الشيء الصعب هو سهل بالنسبة لك او ما بيحتاجش منك مجهود كبير، انت في الوقت ده محتاج انك ما تركزش بس على عمل الشيء، ولكن محتاج تفكر في نفسك في المستقبل اللي هو هيكون شخص مختلف شوية عن الحالة اللي انت فيها دلوقتي. محتاج تفكر الشخص ده مش هيكون بنفس درجة الحماس، مش هيكون بنفس درجة الطاقة، مش هيكون بنفس درجة الرغبة انه يعمل الشيء الصعب اللي هو انت بتعمله دلوقتي بسهولة بسبب الحماس اللي انت فيه. محتاج تفكر في الشخص ده، ومحتاج ترصف له الطريق، محتاج تسهل عليه الموضوع، محتاج تهيئ له الوضع بحيث ان يكون سهل عليه شوية انه يعمل الشيء الصعب ده حتى وهو في اقل درجات الحماس والرغبة والطاقة والنشاط وكل الكلام ده. لان احنا في الغالب يحصل لنا سبايكس او ارتفاعات كده مفاجأة في مستويات الطاقة والرغبة وهنكسر الدنيا. فكل الحاجات اللي انت بتعملها بتبقى سهلة وبسيطة، ولكن فكر في نفسك في المستقبل، اللي هو فكر في شخص اخر ليس بنفس الدرجة من الحماس والرغبة والطاقة والنشاط وكل الكلام ده كله. فكر فيه ازاي تقدر تهيئ له الوضع بحيث يسهل عليه عمل الشيء الصعب اللي انت بتعمله دلوقتي بسهولة. تمام. يعني فكرة التغيير ما بيبقاش سهل زي ما احنا متخيلين، ولكن في حاجات ممكن تعملها تسهل عليك الرحلة دي. وانا اظن ان موضوع انك تفكر في نفسك في المستقبل كشخص اخر من احد الحاجات اللي ساعدتني بشكل كبير جدا في الموضوع ده. وهو شهر واحد صاحي بدري رايح الجيم، فهيا بنا الى الجيم. الحقيقة يعني كنا اتكلمنا عن الكونسبت بتاع الكي هابت ستون او الكيستون هابت، او اللي هي ترجمة بصراحة بتاعتها يعني غريبة شويتين علينا، وهي فكرة عادة حجر العقد. يعني باختصار مبدأ كده في الإنشاءات عامة أو في البناء، إن في حجر واحد فعلا بيبقى ساند بناء معين بالكامل، ولو الحجر ده اتشال البناء ده ممكن يعني يقع أو بالفعل هيقع. فأنا جربت كذا حاجة يعني واعتبرتها إن هي الكي هابت ستون أو الكيستون هابت بتاعتي. بصراحة برجع دايما إن موضوع الرياضة هو اللي بيظبط الدنيا. يعني موضوع إن أنت بتروح تتمرن تمارس أي نوع من أنواع الرياضة الصراحة، يعني إنك مش تفهمش يعني الموضوع بصراحة لا يعني فارق جدا جدا جدا، وبالتوفيق فارق جدا جدا يعني بصراحة. يا والموضوع مش سهل بصراحة. الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. اللي يقول لك ان الموضوع سهل، سهل انك تلتزم وسهل انك تنضبط وسهل انك لا، مش عارف حاجة. الموضوع بيحتاج للكثير من المجهود، كثير من الأخطاء والكثير من الإخفاقات والكعبلة والكثير من التعديل والمراجعة، لأنك مش هتعرف تظبط الحاجة إلا لما تحلل وتكتشف إيه الشيء اللي بوظها المرة اللي فاتت، وتبدأ تعدل الشيء ده، وبعدين تجرب وتروح لمسافة أبعد، بعدين تعطل، بعدين تشوف إيه اللي عطلك، تحاول تعالج الموضوع ده. فإتس a process، الموضوع عملية طويلة مضنة ولكنها تستحق جدا جدا جدا. وبعدين بص حواليك، يعني شوف مين الناس الجامدين قوي في مجالك، وشوف مثلا ابحث عن الديلي روتينز بتاعهم او usual day in the life of، واكتب اسم الراجل اللي انت حابب تعرف روتين يومه يعني. وليه بنقول بالانجليزي؟ لان للاسف الشديد المحتوى اللي بالعربي اللي بيهتم بمثل هذه الاشياء يعني مش منتشر قوي او ضعيف حبتين، فهتلاقي محتوى اكتر بالانجليزي عن الموضوع ده. هتلاقي على يوتيوب ممكن تلاقي بصورة مكتوبة، فهتلاقي بكل تأكيد ان هذا الشخص ما بيقدرش يكمل يومه او حياته بدون ما يكون فيه نوع من انواع الرياضة او بذل المجهود، او ان ضربات قلبه تزيد كده وينهج ويبذل مجهود
ويعرق ويعرف اللي هو ايه، في مجهود بيبذل في الموضوع ده، فده بينفس عنه ضغط بقى وبيساعده ان هو يتعامل مع المشاكل بشكل اهدى. اه رغي كتير او كفايه يا راجل. People, because this is my most viewed video on the channel. In that video I showed this image, a list of skills on the left hand side with some of the softwares related to those skills. However, هو انا يعني تقريبا حسدت نفسي باين ولا هو ايه؟ لان اسبوع بعد ما سجلت الفلوج ده، دور برد، عنب، طريح الفراش، تكسير في الجسم والمفاصل. يعني هناك اراء بتقول ان هو ما كانش دور برد قوي يعني. كان شيء اخر، ولكن الحمد لله عدى على خير. والنهارده كان يعني اول يوم بعد الانقطاع، ويا اخي سبحانك يا رب، يعني فعلا الواحد بيوصل لمرحلة ان هو بيوحشه الشعور اللي بيحس بيه بعد ما يخلص التمرين بتاعه، ويرجع بقى كده ايه، اي حاجة بيعملها بعد كده بتبقى سهلة وبسيطة. تاخد دش كده بعد التمرين وتحس انك عايز تكسر الدنيا، فشعور جميل بصراحة. يعني اللي مش متعود على موضوع الرياضة أو الجيم عامة ممكن يكون مستصعب الموضوع. وهو كان في البداية صعب بصراحة، يعني الواحد كان بيحتاج يعني وأنا مثلا على التريد ميل بجري، كنت محتاج إن أنا أقعد أسمع بقى حاجات حماسية، وكنت عامل تراكس كده أو بلاي ليست، عامل لها داونلود على يوتيوب، ان هي حاجات حماسيه وتشجعك وتحمسك وتخليك تستحمل والألم وتكمل ومش عارف ايه وبتاع. دلوقتي لا، دلوقتي يعني الموضوع ايزي خالص، يعني الموضوع بيسهل بعد الصعوبة، يعني بعد ما تتخطى مرحلة الصعوبة دي بيسهل جدا. ودي المرحلة بقى اللي الواحد بقى بيستخدم فيها المخللات، مش المخللات، المخللات، اللي هي الأوقات المفروض ان هي ضايعة بالضرورة، مش ضايعة ولكن هي مستهلكة بالضرورة وانت في المواصلات وانت بتتمرن. فعايز اقول لك كمية الحاجات اللي خلصتها في الوقت ده مرعبة. ان شاء الله في فيديو كامل عن استخدام المخللات في الانجاز والانتاجية وكلام من ده، وهيبقى الثامنيل بتاعها وانا ماسك ايه، حته مخلل كده كورد بلاي بقى. يا جامد جدا، يعني جود ايديا. عموما آه يعني نصيحه لاي حد والله، يعني موضوع الرياضه والجيم بالذات من الحاجات اللي فرقت جدا جدا في النفسيه. الحمد لله ما شاء الله، يعني اللهم لك الحمد. ان الواحد قدر بشكل ما يدخل الموضوع ده في روتينه اليومي او الاسبوعي. لان الموضوع فارق وانا حاسس بالفرق. واسأل اي حد ملتزم، انت ممكن انك تمنعه من الجيم ده ان انت يعني بتعذبه. وفي قصص يعني ناس كده حكوها لي ان في ناس، يعني حتى يوم العيد في جيمات معينة بتفتح عشان عارفة ان في ناس ما ينفعش انها تفوت التمرينة بتاعتها او تاني يوم العيد على طول. فالشاهد في الامر يعني الموضوع مش بس عشان شكل الجسم او عشان الخسسان، لا 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 لا. يعني يعني احد الاسباب او الاسباب الرئيسيه دلوقتي لمروح الجيم هي الصحه النفسيه والصحه الذهنيه. النقاء والصفاء الذهني اللي الواحد بيحس بيه بصراحه يستاهل المجهود اللي بيبذل والتعب. ودايما بفكر نفسي ان مفيش مره وانا راجع من الجيم ندمت ان انا خدت القرار ده، بل بالعكس ببقى مبسوط جدا وفرحان جدا ان انا خدت القرار، ان انا قمت الصبح ومش عارف ورحت وبتاع. فلو في امكانيه عندك انك تروح الجيم ما تترددش، او تلعب اي نوع من انواع الرياضه بس تلتزم يعني. وربنا يرزقنا واياكم بقى الالتزام والتمام والصحه والعافيه، عشان ايه ما نريحش برضو بعد الفيديو ده، نقعد اسبوع برضو ولا حاجه. يا سلام.